شفت بقى؟ كان زماننا لسه واقفين على المحطة لغاية دلوقتي. لو وقفنا 3 ساعات أحسن ما ندفع آخر قرش معانا في حق التاكسي. طمني يا روح، جيب السبع ما يخلاش. أنهي 7 بقى؟ ملك الغابة ولا اللي محبوس جوه قفص في جنينة الحيوانات؟ أنا معاكي إن اللي جوه القفص ما بيقدرش يمارس حريته، لكن برضه ليه هبته. الناس بتروح جنينة الحيوانات يضحكوا على القرد، يعكسوا الدبة، يركبوا الفيل، لكن يقفوا قصاد السبع خايفين. بس أنا خايفة بقى يا 7 ما نلاقيش ناكل. التلاجة فاضية والحلة المغسولة وبتلمع. ولا يهمك، اختاري أحسن مطعم هتلاقي ترابيزة محجوزة لك فيه. اهلا مدحت بيه. ثانية واحدة اجيب لك المنيو. تسمح تقولي انت بتيجي المطعم ده ازاي وامتى ومنين وبكام ومع مين؟ ده زمان قبل ما نتجوز. بس المطعم ده اتفتح السنة دي بس المتر ده كان بيشتغل في مطعم تاني قبل كده. ده راجل كبير في السن زي ما انت شايف، لف كل المطاعم وانا لفيت معاه، بس ده وانا عازم. ها هتسأليه؟ كرامتي ما تسمحليش ان انا اسأله. حلو، جميل. الظاهر ان الهانم محتارة تطلب ايه. البكاتة عندنا ممتازة، حتى اسألي مدحت بيه. طب 2 بيكاتا ورق عنب. تاخدوا حاجة تانية قبل الأكل؟ عصير طماطم. حاضر. ممكن افهم تطلع ايه البيكاتا دي كمان؟ دي نوع من البيفتيك. معلش اعذرني، اصل اهلي كانوا ناس غلابة على قد حالهم، ما كانوش بشوات زي اهلك. يوم ما كنا ناكل كباب وكفتة تبقى حادثة. بس عصير الطماطم اعرفه كويس. صحيح ما كناش بنشربه عصير، كنا بنحطه على التقلية. ايه بس الزوم الكلام ده يا سميح؟ انا عمري جبت سيرة اهلي؟ ما بتجيبش سيرته، لكن لسه فيك النعرة الكدابة بتاعته. يوم ما يبقى معاك فلوس تاكل بكات. لكن انا نفسي اعرف انت جبت الفلوس دي منين؟ امبارح رحت لعمي خدت منه قرشين. عمك الباشا سابقا هو قادر يعيش لما هيديلك. مش طريقة دي يا سميح. روح اسأليه هو التاني معاه فلوس منين وازاي واداها لمين. نفسي مرة تستمتعي باللحظة اللي انت عايشاها بدون ما تشغلي دماغك باللي كان واللي هيكون. طب خد يا عصير الطماطم ده هيروق دمك قوي. يلا. فين الساعة يا مدحت؟ أنا ساعة؟ الساعة اللي جبتها لك هدية في عيد جوازنا. جايز نسيت البسها. وجايز ضاعت؟ جايز برضه. ضاعت عند عمك الباشا ولا عند الساعات اللي بعتها له؟ كل واحد اسمه في الكشف يطلع بالحلاوه. طب ما انت كمان اسمك في الكشف. بس انا الخير جه على ايدي، حكيم انا وش سعد من يومي. انتوا مش ملاحظين حاجه؟ يسري اسمه مش في الكشف. اسمي الاستاذ يسري. طبعا اسمي مش موجود في الكشف معاكم لاني اخدت مكافأة تشجيعية خاصة. اسم مدحت مش في الكشف. تلاقيهم شطبوه بعد اللي حصل امبارح. طب وبعدين؟ انت هتقعدي تضايقي نفسك بمشاكلنا ليه؟ هو مدحت ما قالكيش انه مستلف فلوس من حد؟ لا ما قاليش. مستلف من مين؟ خلاص بقى ارجوك اتكلمي، لازم اعرف استلف امتى ومن مين. كان مستلفهم مني من 3 اشهر تقريبا. كام؟ 30 جنيه. طب لحظة واحدة. هلو، أنا جيت. يا باي،
مالك مبوزه في وشك كانك مراتي؟ شربات، سمعت دي يا استاذ يسري؟ مالك يا استاذ يسري؟ في حد مضايقك؟ انا ما حدش يقدر يضايقني. معقول يتضايق وهو واخد مكافأة تشجيعية خاصة؟ خلي بالك من كلمة خاصة دي، اسمه مش في الكشف معاه. هو الكشف وصل؟ حلو، جميل. بس يا جميل، اسمك مش موجود في الكشف. يعني اسمي واسمك مش في الكشف، برضه حلو، جميل. لا يا حبيبي، اسمك اتشطب من الكشف، لقوك ما تستحقش المكافأة. وده مش حلو. طب واسم سميحة؟ طبعا موجود. جميل. مبروك يا سامس. دولت، لو سمحت دقيقة واحدة. اتفضلي 20 جنيه اهم والباقي اول الشهر. ايه ده يا سميحة؟ انت هتديني المكافأة بتاعتك كلها؟ ارجوكي بلاش حد ياخد باله. 2 ستات بيتوشوشوا يعني مؤامرة، بس اوعى تكون المؤامرة دي عليا. مظبوط، اهو انا بقى كنت بعمل مؤامرة عليك، مش كده يا دولت؟